يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. زي ما انتوا شايفين كده هعمل طواجن مكرونة باللحمة المفرومة، أحلى ألف مرة من اللي بتتباع برا في المطاعم وأوفر كتير. حاجة ضامنة نضافتها وحلاوتها، بجد الطعم بتاعها حكاية. بصوا الجمال والحلاوة، مش عايزة أقولكوا على الطعم بتاعها عامل ازاي. تعالى أقولكوا هنعمل ايه وتابعيني عشان تشوفي ايه الوصفة من أولها لآخرها. هنجيب حلة ونحط عليها معلقتين زيت، وهنحط عليها بصلاية كبيرة هنحمرها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. هنقلبها حلو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وعايزة تعليق منك حلو كده جميل. ويا ريت نصلي على النبي في التعليقات. هننزل بقى عليها بالطماطم كده. هنسيبها بقى تتسبك. الاول هنحط لها التوابل بتاعتنا. طبعا ننضف البوتاجاز من اي حاجة بتقع عليها اول باول عشان ما يغلبكش في الغسيل. هنحط بقى فلفل اسمر ومعلقة ملح، وهنحط بقى شطة وكمون. هنقلبها كده كده بقى. انا هتخرها في العين اللي جوه عشان خاطر ايه ابدا اشتغل على العين ديت. كده بقى هنقلها جوه. كده انا جبت طاسه وحطيت في قلبها اللحمه المفرومه. هديها كده تشويحه الاول من غير اي حاجه. عايزه اقول لكم طاجن المكرونه بيتباع بره ب 30 او ب 35. فانت لما تجيبي نص كيلو مكرونه وتعملي للبيت كله، قصدي نص كيلو لحمه مفرومه على نص كيلو مكرونه، هتبص هتلاقي تعملي كميه كبيره يعني. هتبقى اوفر من بره واحلى. بره بقى ايه بيبيعولك بصل، مش بيبيعولك لحمه خالص. انا لما باكل طاجن المكرونه بره في اي محل كشري او في اي مطعم، بتبصي كده انا بلاقي التتبيله بتاعتها هي بصل. انا بدور على اللحمه دي بتبقى عايزه تتشاف بالمنظار يعني. هنا بقى انا حطيت كميه بصل كده حلوه، بصلتين كبار. وقطعت هنا فلفل الوان. متوفر عندك فلفل الوان حطي، مش متوفر خالص هو كفايه البصل. هنحط هنا معلقه قرفه صغيره، معلقه فلفل اسمر صغيره، وشطه. انا بحب اعمل العصاج بتاع اللحمه من غير اي دهون. انا بكتفي بالدهون اللي هي في اللحمه. وهنا بقى انا حطيت معلقه ملح. كل شويه يجيلي تليفون وانا بمنتج، فانا مش عارفه امنتج الفيديو ده خالص. وثلاث ورقات من اللورة كده، ورق اللورة حطيتها. واسيبها كده ايه تتحمر شويه. هنا التسبيكه خلاص، هي خلاص قربت تخلص اهي ورا. عايزه اقول لكم من اسهل الاكلات، ما بتاخدش وقت خالص. ممكن تحطيها في طواجن، ممكن تحطيها في صينيه كبيره، اللي يعجبك بقى.
هحط كده كام معلقة كده من الصلصة على اللحمة المفرومة بتاعتي. حطيت هنا شقشاق مية كده، هخليها تتشرب كده واقوم ايه طافية عليها. هنا بقى انا زودت الصلصة شوية مية، انا عايزاها سايلة شوية عشان هسقي بيها المكرونة. انا مش عارفة هو في ايه، كل شوية التليفونات تجيلي على الموبايل والتليفون يعلق مني، حبك دلوقتي الاتصالات. كده خلاص اللحمة اتشوحت معايا واتحمرت. عايزة اقول لكم هي بتبقى حمرا متحمرة عن كده، بس انا عندي الإضاءة عالية في المطبخ، فهي بتدي اللون الفاتح يعني معايا. هنا انا جبت الطواجن اللي عندي، هننزل باللحمة المفرومة في القعر كده، هنسويها حلو. وطبعا بقى تشيل ورق اللورا اللي هيقابلك بدل ما يبقى موجود في قلب الطاجن بتاعنا. عايزة اقولك هتاكلي احلى طاجن وانضف من بتاع بره. على الاقل بصي انت شايفة فيه لحمة، محطوط فيه لحمة، اللي بره ده بيبقى بصل. والله بقول لك انا بدور عليه بالمنظار، ببقى مش شايفة فيه لحمة خالص، سواء لحمة سواء كنت هتجيبيه طاجن لحمة او طاجن فراخ. وعايزة اقولك انت ممكن برضو تعمليه ايه بصدور الفراخ، تعمليه زي شاورما كده. هنا بقى تنزلي بالمكرونة وهي نية، مش هنسلقها. نسوي بقى المكرونة بتاعتنا، ونخلي كده فيها براح شوية بحيث ايه المكرونة لما هتستوي هتنفش، فما تملهاش على الاخر. عايزة اقول لكم انا عملت الثلاث طواجن دول وصينية، صينية كبيرة من المكرونة. انا عملت كيلو الا ربع مكرونة. هنا بقى بعد ما خلاص بقى رصصنا المكرونة، ننزل بقى بالصلصة بتاعتنا، هنسقيها كأننا بنسقي الرز بالظبط. اهم حاجة الصلصة طبعا تكون سخنة، ما ينفعش تنزلي بالصلصة وهي باردة. هنقفلها بقى بالورق الفويل وندخلها الفرن في الرف الأوسط. مش هنفتح عليها الورق الفويل غير لما تستوي بقى خالص ونطلعها. قعدت ادور على عندي على طواجن تاني، لقيت الطواجن اللي عندي بقى كلها صغيرة، هي دي الكبيرة اللي عندي، فهعمل بالباقي صينية. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة زي ما قلت لكم. بص الطواجن اللي عندي صغيرة فمش هتنفع. هنا بقى انا جبت صينية وهنزل بقى بمقدار اللحمة بتاعتي كلها في قعرها كده وهسويها. والله هي بتبقى حيرة اكل بس مش اكتر. انا لقيت ولادي بيقولوا هناكل ما تعمليش اكل يا ماما النهارده ما دام انت تعبانه، وهنجيب من بره بقى كشري او طاجن مكرونه وكده. قلت لهم لا، تجيبوا طاجن مكرونه بكام؟ قالوا لي يا ماما معرفش كان ب30، دلوقتي تلاقيه ب35 ولا حاجه. قلت لهم لا، انزل هات لي نص كيلو لحمه مفرومه وانا هعمل لكم انا. زي ما انتم شايفين الاسعار غليت، فاحنا على قد ما نقدر ايه نوفر اللي نقدر نوفره. دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها اكلات اقتصاديه، الأكلات الاقتصادية بتاعتنا دلوقتي بقت تكلف. فعلى قد ما نقدر نلم ايدينا زي ما انتوا شايفين، هي وصفة بسيطة وفي قلبها لحمة، يعني مش اللي هي ايه حاجة كده يعني أرديح بمعنى أصح. برضو جالي تليفون في الوقت دوت ما صورتلكوش وانا بحط الصلصة على المكرونة. بصوا هي طلعت من الفرن، ما اقولكوش بقى على حلاوتها وطعمتها. ان انا كنت بشوفها استوت،
لقيتها متظبطة وزي الفل. الطاجن سخن ومش عارفة امسكه. بص حلاوتها بقى، اهي الطواجن دي ما تتاكلش غير وهي سخنة، ما ينفعش تتاكل باردة خالص. فلو انت هتعملي اعملي المقدار اللي انت يعني مثلا لو هتعملي للغدا وللعشاء، لا اعملي على قد الغدا وما تعمليش للعشاء، اصبري بقى للعشاء وابقي اعملي بقى وتدخليه الفرن. هي كده كده ظبطي بقى اللحمة المفرومة بتاعتك والصلصة، وجهزيها على اللي انت مثلا ايه ترصيها في قلب الطاجن بتاعك وتدخليها الفرن. شايفة كمية اللحمة عليها عاملة ازاي؟ اللي بره والله اللي بيتباع بره ده بيبقى بصل، ما فيهاش لحمة خالص. زي ما قلت لك بقى، حابة تعمليها بالفراخ شاورمة الفراخ، حابة تعمليها بالسجق، بالحشوة اللي تعجبك. مستنية اشوف رأيكم في التعليقات ايه. رأيكم طبعا هيهمني. وادي الصينية. يلا بقى واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكوا على خير. طبعا حتى تحطي موزاريلا حطي، انا نسيت اقولك برضو، لو حابة تحطي جبنة موزاريلا على الوش حطي. يلا شوفوا وشكوا بخير.